المتابعين ديال المحبوبه مازال ما نساوش واحد القضيه اللي مهمه بزاف بزاف، واحد القضيه اللي سهروا عليها ليالي وتعذبوا بزاف بزاف باش يديروها وباش يفرحوا واحد الانسانه في القناه ديال المحبوبه تيفي. بطبيعه الحال ما عمرنا ما غادي ننساوها، وحنا براسنا ما عمرنا غادي ننساوها لاننا هضرنا عليها بزاف بزاف. ولكن اللي ما فهمناش هو انهم هما بالضبط، يعني قناه ديال المحبوبه ولا عائله ديال المحبوبه تيفي نسوها وما بقاوش كيهضروا عليها نهائيا. ما عرفناش علاش ولاو يحاولوا انهم ما يجاوبوش على الاسئله اللي كيخصوا هذا الموضوع. ولا كيف ما شفتوا دابا ولا ما شاء الله تيتيش مسافره هي وراجلها، كيديروا فيديوهات زوينين. حفصه كذلك مشات واحد الايامات عند السعديه شانيل ورجعت، يعني ما كنسماش هذاك راه سفريه بحال السفريه ديال تركيا. السفريه ديال تركيا اللي داروا عليها مسابقات وتخاصموا عليها الناس وغضبوا فيها ناس وتقلقوا فيها المتابعين وفرحوا فيها المتابعين، يعني بزاف ديال الحوايج وقعوا فيها، وبزاف ديال آه بزاف ديال الحوايج شفناهم في هذيك المسابقه، وبزاف ديال الحوايج عرفناهم من خلال هذيك المسابقه اللي كانوا نظموها في القناه ديال بنت ام حليمه. وبالضبط اللي نظمها ياسين هو مول الفكره، وهو اللي كان كيطرح الاسئله. يعني من خلال هذيك المسابقة عرفنا بزاف ديال الحوايج، وعرفنا كل واحد والقيمة ديالو والحب ديالو عند الناس. وعرفنا بأن حفصة عندها واحد الجيش الكبير كبير كبير بزاف، وسميتهم أنا الجيش الحفصاوي، اللي ما شاء الله عندها متابعين، عندها امهات اخرين، عندها خواتات اخرين، عندها خوت، يعني تبارك الله راه عندها جيش اللي قوي وكبير وكيبغيها وكيبغي ليها الخير. وسهر الليالي وسهر وبقاو فايقين باش يكثروا ليها من التعليق باش تفوز بالسفريه ديال تركيا. بطبيعه الحال ما كنقولش انا راه المسابقات اللي كانوا معاها ما عندهمش متابع، وانما حتى هما عندهم متابع بحال ديال تيتيش حتى هي تبارك الله عندها واحد الجيش اللي قوي. ولكن كيبقى اقوى منه هو الجيش ديال حفصه. هما شوفوا، انا قلتها لكم بزاف ديال الفيديوهات ديالي يقدروا يكونوا هما نفس الاشخاص اللي كيبغوا حفصه، راه نفس الاشخاص كيبغوا تيتيش، وما بيناتهم حتى شي فرق، وداروا تعليق هنا وهنا. ولكن حفصه بغاوها تسافر لانها كيشوفوها محقوره، كيشوفوها ما غاداش تمشي لتركيا واحد النهار، وانما تيتيش غاده تسافر. واللي اللي دارتو اللي قالتو كتطبقوا. وهي وياسين كيف ما قلت لكم، يعني تيتيش عارفينها بانها هي وياسين يقدروا واحد النهار يجمعوا ويمشيو لاي دوله بغوها، اي دوله عجباتهم. وتيتيش كتقول لك انا عندي اختي في الطاليان، عندي اختي في بلجيكا، يعني ضروري ما غادا نمشي عندهم واحد النهار، غتمشي تبدل الجو غتخرج عندهم. ماشي بحال حفصه ما عندها حتى شي حاجه، وحتى الحسن ما غاديش يساندها ولا يساعدها باش تمشي شي دوله. هو دائما كيقول انا ما نفوتش المغرب فيه بزاف ديال الحوايج. وشوفوا هو فعلا المغرب ديالنا الحمد لله فيه بزاف ما يدار، فيه بزاف المدن اللي ما شاء الله راه اش غنقول لكم. كيف ما قلت لكم يعني الجيش ديال تيتيش عارف بان تيتيش واحد النهار داكش الا دارت في راسها انها غادا تسافر وهي اصلا عندها خواتاتها، عندها اختها ساكنه في طاليان وعندها اختها في بلجيكا، يعني ضروري ما غادا تمشي عندهم واحد النهار وغادا تخرج من غير المغرب وغتمشي تبدل جو. ماشي بحال حفصه يعني تابعه الحسن، والحسن ما زيدش عليه انه يخرج، وكيقول لك بانه هو كيبغي غير المغرب وما باغيش يفوت المغرب، وكيقول بان المغرب. شوفوا انا متفقه معاه، المغرب ما شاء الله دوله اللي زوينه بزاف بزاف، وفيها بزاف ديال الحوايج متنوعه، مدن مختلفه، فيها ميدار، فيها بزاف الشمال كيحمق الاطلس افران الرباط، يعني ما شاء الله كل دولة كل عفوا مدينة وكتميز بواحد الحاجات اللي زوينة بزاف بزاف. ولكن ما كنساوش اننا شوفوا انا كنقول لك كون غير حسن كان كيخرج هو وحفصة، يعني مادام عندهم ما شاء الله يعني رزقهم وداك الشيء، يخرجوا يديروا لنا سفريات، كل مره مشاو بلاصه يصوروا، يعني طلعوا يعني شافوا كاع المناطق ديال المغرب. نقولوا في الحسن دابا تساليتي شفتي كاع ساليتي المغرب كامل ودابا سير لتركيا. ولكن هو كيقول لك انا المغرب فيه كل شيء، ولكن حنا ما عمرناش نخرج من شي بلاصه، ديما تما حتى اللي بغى يخرج كيمشيو السعديه شانيل،
يعني ما عمرنا شفناهم مشاو شي بلاصة واحدة أخرى. كيمشيو من أزرو لسيدي عدي، من سيدي عدي كيمشيو لقنيطرة ولا يمكن ولا ما عرفتش فين كاينة سيدي هذيك سعدية شانيل. يعني ما كيمشيوش للمدن بزاف، يعني طلعوا ليهم فريوسهم وداك الشيء عاد عاد باش هذا عاد باش يمشي لبرا، يمشي لدولة أخرى بحال مثلا تركيا، فهمتوا؟ ولكن اللي بقى فينا هو اننا درتهم انا واحد المسابقة وشفنا بانه حفصة اللي ربحت، ولكن فينا هي تركيا. علاش تسد الموضوع؟ علاش ما مشيتوش؟ كنتو كتقولوا السعدية هي اللي غادا تمشي، هذيك عفوا الزهرة غادا تمشي وغادي معاها البنات وغتمشي في راس العام. شوفوا هذه اللي شويه بقات في المتابعين، المتابع بقى فيه الحال وما بغاش هذا الشيء وكان باغي يشوف المصداقيه. وانا ما عرفش صراحه واش غادي نشوفوها مع الوقت، يعني من بعد واش حتى الصيف عاد يقدروا يمشيو. ما عرفتش صراحه، ولكن كنتمنى انه يمشيو نيتهم هما يخرجوا، وفي نفس الوقت المتابع يشوفوا فيديوهات جداد، يشوفوا بزاف ديال الحوايج ويشوفوا المصداقيه ديالهم. هذه هي الاهم حاجه. وهذا ما كاين البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خفيف ظريف، بغيت غير نطلع لكم وكنقول لكم ما تنساوش عافاكم الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله، وتفرجوا لي في الفيديوهات ديالي. ومرحبا بكم في قناتي، وما تنساوش ديروا لي لايك 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 البنات، ومع السلامه.